سبحان الله، لازم نبعتها لكم انتم في كل مكان. كرة بعيدة، عيسى مندي بالراس يتفوق من دون خطأ، تروح لسفيان، سفيان يرجع لرياض، راقب كورته رياض ما زال يرجع للخلف تماما في اتجاه حارس الرئيس وابن بولحي، من امامي قالوا وابن بولحي يرسل كرة بعيدة للامام لبغداد بونجاح، التغطية من اوميرو تروح في الوسط لايتيبو يبحث من حذري رامي يهرب لك، توصل الكرة لاوازيام من هنالك على الجهة اليمنى، يلعبها مع ايوبي الكرة نيجيرية ولكن رامي بن سبعيني في التغطية والحكم يقول تماس او خطأ لصالح المنتخب الجزائري من هنالك على الجهة اليسرى من الخط الخلفي. الوقت الرسمي انتهى الان، سيحتسب الحكم 3 دقائق. جمال بالماضي لم يغير ولا لاعب، ما حبش يكسر رتمهم، خلاهم اسماعيل بن ناصر يرجع لجمال بالعمري، يلعبها مع عيسى مندي. طبعا لو رحنا للوقت الاضافي هذا دليل على التكافؤ الكبير بين الاربع منتخبات اللي وصلت لنصف النهائي. حتى المباراة الاولى وصلت فيها تونس والسنغال المباراة النصفي للوقت الاضافي، فدليل على تكافؤ نسبي كبير بين المنتخبات الاربعة المتأهلة للدور نصف النهائي لصالح رامي بن سبعيني من هنالك وعناصر المنتخب الجزائري. اسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، فاتوا الكرة راح التماس. رانا نلعبوا الشوط الثاني واقفين شوية، هذه هي طاقتكم على كل الناحية البدنية، ما نلومكمش، ولكن عادلين مع منتخب نيجيريا. ايتيبو يضغط عليه من هنالك اسماعيل بن ناصر وعدلان وبنجاح يضغط على الحارس اكبيوي، الكرة البعيدة عدلان قديورة بالراس تروح لجمال بالعمري، عيسى مندي مع عدلان قديورة مرة ثانية. يلا يا عدلان، ضاعت الكرة، الحكم خلى اللعب، راح سفيان، انطلق يوسف من هنالك، سفيان يبحث عن رياض، راح من على الجهة اليمنى زفان، رياض ما زال يلعبها مع سفيان من هنالك بن ناصر يفضل يبقى هنا مع زفان، وصلته زفان حطها في الارض يا صفر، كانت في الارض وين رفعتها في السماء. عدلان قديورة مرة ثانية يلعبها مع عيسى مندي والكرة في الارض مع رياض يبحث عن بغداد، دخل رياض ما زال رياض يحطها لاسماعيل بن ناصر، راح من هنالك رامي تلعب معه رامي تلحق لزفان مرة ثانية يلعبها مع رياض، يا رياض يسجلوها يلعبها مع زفان ما زال يرجع للخلف سفيان زفان مرة أخرى، زفان يطلبها عدلان قديورة، وين رايح يا زفان، وين رايح يا مهدي، يطلبها بن ناصر، وصلته من هنالك، رجعوا لاعبين النيجيريين، بن ناصر دخل، بن ناصر جول، بن ناصر القائم، بن ناصر والعارضة الأفقية تصد. اسماعيل عندي اخي اسمه اسماعيل وانت كذلك اخ عزيز يا اسماعيل، يا سلام على هذا الصاروخ، ضربت في العارضة الأفقية.